كفايه بقى تقعدي تدهني ورق الجلاش ورقه ورقه بالسمنه، وجربي الطريقه دي سهله ومنجزه ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص. اول خطوه هنبدا بيها هي الشربات. معانا كده كوبين من السكر، هضيف عليهم كوبايه ونص من الميه. وبعد ما بنضيف الميه على السكر بنبدا نقلب بس من المنتصف، لان السكر لو جه على الجوانب بيبدا يسكر منك. بعد كده هضيف عليهم عصير ليمونه كامله، وهنرفعه على النار يغلي 8 دقائق. وبعد مرور 8 دقائق بنبدا ننزله من على النار ونضيف الفانيليا ونقلب، وكده الشربات بتاعنا جاهز، نسيبه يبرد على جنب. معايا نص كيلو من الكنافه، خدت اقل من ربع كيلو. انا هعمل النهارده لفتين من الجلاش، اقل من ربع كيلو هيكفي معانا. هنبدا نجيب طاسه نحط فيها 3 معالق كبار من السمنه البلدي. بعد ما فتتنا معانا الكنافه هنبدا نضيفها بالشكل ده، وهنبدا نحمر الكنافه بتاعتنا بحيث تاخد معانا اللون الذهبي. الخطوه دي بتاخد معاكي وقت بس شويه على ما تحمري الكنافه. المهم توصلي للمرحله اللي انا هوريها لك دلوقتي، اللي هي لونها بالشكل ده. كده خلاص الكنافه بتاعتنا جاهزه معانا تمام. هنضيف عليها ربع كوبايه من جوز الهند، وربع كوبايه من السوداني المحمص. المكسرات دي طبعا على حسب الرغبه، ضيفي المكسرات اللي انت بتحبيها، وينفع كنافه لوحدها مفيش اي مشكله خالص. بعد كده هنجيب لفه الجلاش ونبدا نقسمها دلوقتي بالمسطره. انا هنا قسمتها على 4 قطع. طبعا لو حجم الورق عندك اكبر من كده ممكن تيجي معاكي 5، لكن انا جت معايا 4 بالظبط. قسمت بقى لفه الجلاش بتاعتي كلها بالشكل ده، وبعد كده هنبدا نحشيها على طول. انا النهارده عملت لفتين من الجلاش عشان عملت صينيه كبيره، تقدري تعملي الكميه اللي تناسبك. بنحط كده الايه الحشوه في النص، ونبدا نقفل عليها. اعتقد مفيش بقى اسهل من كده. انت يا دوب بس بتضيفي الحشوه بتاعت الكنافه وتبداي تقفلي عليها زي ما انت شايفه كده، وبتجهزي الصينيه بتاعتك. والصينيه بتاعتنا ولا بندهنها سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، هناخدها نرص فيها الجلاش على طول. ابدا ارصه معايا زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله طريقه سهله قوي، مش هتاخد معاكي وقت خالص. بعد ما بترصي الكميه بتاعتك كلها بتبداي تقطعيها، والحجم ده يرجع ليكي. لو عايزه تعملي حجم ورقه الجلاش اكبر من كده مفيش اي مشكله خالص. انا هنا عشان اقفل شكل الصينيه عشان التصوير، خدت كده حوالي 3 4 ورقات وقسمتهم كده على 4 برضو، حطيتهم فوق بعض عشان يقفل معايا الصينيه. يعني هم برضو لفتين بس مش اكتر من كده. بعد ما بنخلص تقطيع مباشره بنبدا نسيح معانا كوبايه من السمنه، وهنبدا نغلف بيها الجلاش. زي ما انتم شايفين احنا قلنا في البدايه ان احنا مش هنقعد ندهن بقى طبقات، ومع ذلك هيطلع معاكي مورق وحلو قوي قوي، هتشوفي معايا في اخر الفيديو. كل اللي احنا عملناه ان احنا ضفنا الحشو في النص وطبقنا الجلاش، وكده يعتبر جاهز معانا. بنبدا نوزع السمنه على كميه الجلاش بتاعتنا كلها، وفي المرحله دي بنسخن الفرن على اعلى درجه حراره. واول ما بدخله على درجه حراره 180 او 190، ياخد معايا لون من تحت ببدا افتح عليه الشوايه. اول ما يتحمر بنطلعه. طبعا الشربات بتاعنا بيكون برد لان احنا بدانا به من البدايه، فالجلاش بيطلع معانا سخن، نبدا نسقيه بالشربات البارد. وزي ما انتم شايفين كده طالع شكله خطير ولونه ذهبي وحلو قوي قوي، وطعمه خرافه. لازم بجد تجربوا الطريقه دي، من احلى واسهل الطرق اللي ممكن تعملوا بيها الجلاش. سهله جدا جدا، طعمها حلو قوي، وكل اللي هيشوفها مش هيصدق ان انت عاملاها في البيت. جلاش مورق ما شاء الله، وانت بتاكليه كانك بتاكلي فطير. سجلوا الطريقه دي عندكم لرمضان، هتنفعكم جدا في العزومات وهيشرفكم بجد. ده شكل كده الجلاش من تحت ما شاء الله، واخد طبقه ذهبي حلوه قوي، وهوريكم شكله من جوه، والحشوه متماسكه فيه جدا، والطبقات بتاعته ما شاء الله خطيره. ان شاء الله تجربونا وتاكدوا يعجبكم. كده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى لو عجبكم تشيروه لكل حبايبكم.